في كل سنين السفر حصلت لي مشاكل كتير قوي، اتسرقت كتير، كنت هتخطف مره، اتفتح عليا اوتيلات في بلاد. حصلت لي كل الحاجات ممكن تخليكوا لا احنا مستحيل نسافر لوحدنا، خصوصا ان انت هتكوني قعدتي تقنعي اهلك كتير قوي عشان تسافري. فتخيلي تقعدي تقنعيهم وفي الاخر يوافقوا وهيحطوكي تحت اختبار، انت هينفع تسافري لوحدك ونعتمد عليكي ولا لا. فممكن تكون اخر سفريه لانك هيحصل لك مثلا مشكله مش هتعرفي تحليها. معظم الحاجات اللي انا تعرضت لها كانت بجزء كبير جدا جدا مني، وجزء تاني هو جزء طبيعي ان ممكن يحصل لك في اي مكان. لو انت بنت نفسك تسافري لوحدك، خايفه قلقانه دايما بتفكري في المشاكل او الحاجات اللي ممكن تحصل لك في اي بلد، سافرتي وحصل لك مشكله فحسيتي ان انت لا انا مش هسافر لوحدي تاني او نسافر جروب بنات مع بعض، الفيديو ده مخصوص ليكوا. انا اسمي ايمان ودي سنه اولى سفر. الفيديو ده انا عامله لكم من البيت، مش عامله من مكان او بلد انا فيها، وجمعت لكم فيه كل الحاجات اللي ممكن تحتاجوها لو انتوا لسه مقررين ان انتوا تسافروا كبنات لوحدكم، او ان انتوا جروب بنات عايزين تسافروا سوا، او لو انتوا سافرتوا وحصلت لكم مشكله. فانا مجمعه لكم هنا اكتر من 13 سنه سفر، منهم سفريات كتير قوي لوحدي، حصلت لي حاجات كتيره جدا. اعملوا سيف واقعدوا هاتوا كوبايه القهوه بتاعتكم، هكلمكم عن حاجات كتير قوي في السفر تخص البنات عشان ياخدوا بالهم ويعملوا سفريه حلوه جدا بابسط النصايح وباهم الحاجات اللي ممكن تخلي السفريه يا حلوه قوي يا اخر مره يسافروا وما يقرروش يسافروا تاني. بقالي حبه حلوين، مش هقول لكم ان انا اجمد واحده في السفر او احلى واحده بتسافر او اشطر واحده بتسافر. انا بسافر بقالي كتير قوي، جربت كل انواع السفر، سافرت لوحدي، سافرت مع ناس ما اعرفهمش، سافرت مع اصحاب، سافرت مع ناس اتعرفت عليهم في السفريه، عملت حاجات كتير قوي في السفر. الحاجات دي انا غلطت فيها كتير جدا واتعلمت فيها حاجات كتير قوي، عشان كده انا عايزه اقولها لكم، عشان الاحسن ان انتوا تبداوا رحلتكم وانتوا معاكم نصايح من ناس غلطت قبل كده او حصل لها مشاكل قبل كده وانتوا تتعلموا منهم. تعالوا اتفرجوا معايا على الفيديو، هنرغي ونحكي في كل حاجة تخص سفر البنات ومخاوف البنات في السفر. اول حاجة انك تقري وتعرفي عن البلد كويس قوي قبل ما تسافريها. يعني انت لازم تعرفي البلد اللي انت مسافراها دي مناسبة لو انت بنت مسافرة لوحدك او انتوا اتنين بنات صحاب مع بعض جروب بنات، ولا مش مناسبة. وده يا جماعة مش عشان لازم ما يبقاش فيه تفرقة والبنات تسافر زي الولاد، لا يا جماعة، في بلاد بتكون الامان فيها عالي انك تسافري لوحدك وتقعدي وتتبسطي، وفي بلاد تانية بلاد سياحية انك ممكن تروحي بس تاخدي الاجراءات بتاعتك وانتي مسافرة عشان ما يحصلكيش حاجة، خصوصا ان انتي هتكوني قعدتي تقنعي اهلك كتير قوي عشان تسافري. فتخيلي تقعدي تقنعيهم وفي الاخر يوافقوا وهيحطوكي تحت اختبار، انتي هينفع تسافري ولا لا، هنجرب انتي هينفع تسافري لوحدك ونعتمد عليكي ولا لا. فممكن تكون اخر سفرية لانك هيحصلك مثلا مشكلة مش هتعرفي تحليها. فانا من كل خبرتي في كل سنين السفر حصلت لي مشاكل كتير قوي، اتسرقت كتير وكنت هتخطف مره، اتفتح عليا اوتيلات في بلاد يعني وانا قاعده جوه. حصلت لي كل الحاجات اللي انتوا ممكن تخليكوا لا احنا مستحيل نسافر لوحدنا. بس كل دي كانت تجارب، وكل مره كنت بخرج من التجربه بتعلم وبعرف انا غلطت في ايه. معظم الحاجات اللي انا تعرضت لها كانت بجزء كبير جدا 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 مني، وجزء تاني هو جزء طبيعي ان ممكن يحصل لك في اي مكان. كوريا، اليابان، الامارات، قطر، كل البلاد دي فيها مستوى الامان عالي جدا. وفي طبعا عشان انا مش عايزه انسى اي بلد، بس انا بكلمكم عن البلاد اللي انا زرتها متاكده منها الامان فيها عالي جدا، ان انت مفيش حد ممكن يتعرض لك، مفيش حاجه ممكن تحصل لك، مفيش حد ممكن يتكلم معاكي، انت ليكي كل الحريه تمشي في اي مكان في اي وقت تعملي كل اللي انت عايزاه، محدش يقدر يتكلم معاكي. ولو حصلت لك اي مشكله تقدري برقم واحد ان يكون عندك الشرطه حالا وتساعدك في اي حاجه. دي بتكون في بلاد معينه. طيب هل احنا مش هنسافر على البلاد دي او مش هينفع نسافر اي بلاد تانية؟ لا طبعا عادي جدا ان احنا نسافر ونلف كل العالم، بس عشان كده انا بقول لكم تقروا وتعرفوا عن البلد الاول. يعني في بلاد بتحصل فيها حوادث كتير قوي بتخلي الناس ما تفكرش تروحها، بس الحوادث دي بتحصل في بلاد كتير جدا، واغلبيه الحاجات اللي حصلت لي بسبب غلطات انا عملتها. يعني انا لما جيت في مره اتسرقت في بلد وحصلت لي مشكله، كانت بسبب ان انا يعني كنت شايله الشنطه باهمال، مش مهتمه قوي لو الشنطه حصل لها حاجه، سايبه السوسته مفتوحه. الفلوس بتاعتي اول ما تفتحوا الشنطه كده على الوش تلاقوها
فطبيعي ان ده خلاني ان انا اتسرق بسهوله، لان انا ما كنتش رايحه بلد خلاص يعني هي ممنوع السرقه فيها، لا بلد عاديه جدا ممكن ان انتوا تتعرضوا للسرقه. مره تانية يا جماعه انا كنت في ماليزيا وحصل لي فيها حاجه، ان انا فجاه لقيت الباب بتاع الاوتيل، الباب بتاع اوضتي بيتفتح. فانا يعني الفكره ان انا كنت بس اللي عامله حسابي عليه ان انا كنت لسه لابسه لبسي وكنت لسه طالعه من بره واللي هو لسه ما عملتش اي حاجه خالص، وفجاه لقيت الباب بيتفتح عليا ومش فاهمه فيه ايه. وبعد كده اكتشفت المكان اللي انا قاعده فيه ده اصلا انا ما قريتش عنه كويس، والمكان اللي انا قاعده فيه ده كان عليه ريفيوز كتير قوي ان المكان ده مش احسن حاجه فيه الاوتيلات. والاوتيل اللي انا قعدت فيه ده كان اوتيل في ناس كتير قوي كاتبه عنه ريتنج ان الحادثه دي بتحصل، انه ساعات بيحاولوا يفتحوا الاوض والناس مش موجوده، بس انا كنت موجوده. فده جزء انا عندي غلط كبير جدا فيه، ان انا ما قريتش الريفيوز بتاعه الاوتيل اللي هقعد فيه، المنطقه نفسها اللي انا هختارها عشان اقعد فيها. من ضمن الحاجات برضو اللي حصلت لي في السفريات ان انا مره كنت مسافره جورجيا وقعدت في اوتيل. الاوتيل ده انا شفت الصور بتاعته يعني عجبني قوي ان هو ارتستيك وشكله قديم وكل حاجه، وما شفتش شفت الريفيوز بتاعت الاوتيل بس ما شفتش المنطقه اللي الاوتيل فيها عامه، غير ان هي قريبه من السنتر. ويا جماعه بعد ما رحت وقعدت يوم، الاوتيل كان لذيذ جدا، وقعدت يوم وانا كنت قاعده عادي جدا، كنت حاجزه الاوتيل عادي وكنت دافعه عادي جدا الفلوس بتاعتي. بس انا عجبني الاوتيل، فانا عاده لما بيعجبني حاجه بحب اشارك الناس اسم المكان وعشان يروحوا ويتبسطوا في نفس الحاجه. فالاونر بتاعت الاوتيل لما شافت ان انا عملت لها منشن وان انا اتكلمت عنها اتبسطت قوي، وقعدت تقولي لا وانا هديكي فيو احلى ومكان احلى وكده. وانا بجد هنا كنت عادي بدفع، بس هي عملت لي ديسكاونت. وفاجئ يا جماعه بتاني يوم بعد ما دخلت الاوتيل وقعدت في وول كده محطوط نجمه. مش هقول لكم النجمه دي بتاعت ايه، النجمه دي مشهوره لعلم مكان مش هينفع نقول عليه ان هو بلد لان هي مش بلد. واكتشفت ان المكان ده فعلا كده. ومش بس المكان، انا اكتشفت ان انا ساكنه في الحي بالكامل، الحي اليهودي، وجنبي بعد شويه المعبد اليهودي، وفي نسبه كبيره جدا من اللي ساكنين في كل حته مش بس يهود، لا ناس يعني ما احبش ان انا اتقابل معاهم خالص ولا ان انا اتعامل معاهم في حياتي. طبعا انا اول ما شفت وعرفت يعني انا سبت الاوتيل فورا، مسحت كل الستوريز، وكنت حاسه ان انا عايزه يا جماعه انسى ان انا ده حصل لي. دي برضو مشكلة، لان انتوا لازم كبنات مسافرين السيرش بتاعكم والبحث بتاعكم يكون دقيق جدا. انتوا بنات مسافرة لوحدكم، لازم تعرفوا انتوا مسافرين المنطقة ايه، الاوتيل، تقروا كل الحاجات وتقروا الريفيوز الوحشة عن المكان مش الريفيوز الحلوة. لا، الريفيوز الحلوة دي ممكن عادي ناس بتشتريها، بس تقروا وتعملوا اللي هو ديب سيرش عن البلد. تاني حاجة، أولوياتك في السفرية هي الأمان. يعني وانتي مسافرة هيكون عارفة انتي نازلة المطار هتروحي من المطار ازاي للأوتيل، ما تحاوليش توصلي متأخر البلد اللي انتي رايحاها اللي انتي هتوصلي ليها، ما تحاوليش توصلي متأخر، اوصلي في نور عشان تقدري تتعاملي قبل ما تخلصي إجراءات المطار وتطلعي بره وتشوفي هتحجزي ايه او هتروحي ازاي. البابليك ترانسبورتيشنز بتاعت البلد حلوة وسهلة، تحجزيها اونلاين او انتي متفقة مع عربية او الأوتيل اللي انتي حاجزة فيه يقدر يجي ياخدك من المطار للأوتيل وتوصلي بدري. دي حاجات اساسيه بتروحي مطارك بدري عشان لما تخلصي اجراءاتك ما تروحش الطياره عليكي. وتاني حاجه انك لما تروحي المكان تعرفي انك من اول ما تنزلي عارفه انت هتروحي الاوتيل بتاعك ازاي. طيب انا دلوقتي خدت احتياطاتي، عملت سيرش عن البلد، عرفت كل حاجه عنها كويس، اخترت لنفسي بلد، واخترت بلد انا عارفه ان البلد دي تمام ان انا ابدا بيها رحلاتي بالسفر. ليه؟ لان انت عادي جدا يبقى في بلاد نفسك تسافريها، بس ابدأي بالحاجات اللي سهل تتعاملي كلغه، او ان انت عارفه انك عندك القدر من التعامل مع الاختلاف في اللغه او المكان او الجو.
رحتي ووصلتي الاوتيل بدري ورحتي فعلا بلد زي بلاد كتير قوي سهل ان انتوا تسافروها لوحدكم على فكره. ومش بس البلاد العربيه، في بلاد كتير، في بلد زي مونتينيجرو زي البانيا، بلاد كتير قوي سهل ان انتوا تسافروها وتقعدوا فيها، وفيها نسبه امان كويسه جدا، وتعرفوا تتعاملوا بجوجل ترانسليت مع الناس لو هم مش بيتكلموا لغه انجليش او كده. اولويتك ان انت تحافظي على امانك في السفريه، وتحافظي على يعني انبساطك بانك تكوني دايما في امان. لما تيجي تحجزي في اوتيل هتعملي عنه سيرش كويس جدا وتعرفي كل حاجه عنه. ودايما ودايما وتاني وتالت ورابع وخامس وهفضل اقولها كتير قوي، لما تحجزي اوتيل كبنت مسافره لوحدك او كبنتين مسافرين مع بعض او كجروب بنات، ما تحجزوش اوتيل بعيد قوي عن السنتر وعن كل حاجه، لان انتوا بجد هتكونوا لسه مش عارفين البلد كويس، هتتبهدلوا قوي في المواصلات بتاعت كل يوم عشان تقدروا كل يوم تنزلوا وتركبوا مواصلتين وثلاثه عشان توصلوا للمكان السياحي اللي عايزين تتفرجوا عليه. لا، اقعدوا في مكان في السنتر، اقعدوا في مكان قريب من السنتر، شوفوا اير بي ام بي او شوفوا اوتيل، والاوتيل ده لو انتوا عددكم كبير او الشقه في اير بي ام بي لو انتوا عددكم كبير هتتقسم عليكم وهيكون السعر حلو جدا. وبرضه هتقروا ريفيوز كويس قوي عن الاير بي ام بي اللي انتوا هتسكنوا فيه. وانتوا بتنزلوا وبتعملوا الانشطه بتاعه السفريه خليكوا دايما عارفين الاول تجربوا الحاجات قبل ما يعني تقرروا انتوا تحجزوها كلها. مش لازم وانتوا مسافرين بلد ان انتوا تروحوا تحجزوا كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين بعد ما تروحوا تلاقوا ان الحاجات دي انتوا رحتوا مثلا حاجه طلعت اوفر ريتد، حاجه تعبتوا، حاجه حد فيكم تعب منها فمش هيقدر يكمل فيها او يعمل انشطه مائيه في البلد، فانتوا جربتوا في مره فحسيتوا ان المكان مش نظيف او مش امان او ما اتبسطتوش. فبلاش تحجزوا كل الحاجات بتاعتكم غير لما انتوا تكونوا متاكدين ان انتوا الحاجات دي بتحبوها وجربتوا. ممكن تحجزوا تراب وعلى اساس التراب دي تشوفوا ان انتوا تحجزوا الباقي، لان عاده الانشطه اللي بتكون جوه البلد لو انتوا مش مسافرين في وقت فيه فيستيفال معين او احتفال معين مثلا هيعلي كل الاسعار، عادي ان انتوا تحجزوها لما تروحوا. مش زي مثلا تحجزوا ديزني لاند او الحاجات دي، دي طبعا بتحتاج تحجزوا من بدري، بس انا بكلمكم على الانشطه اللي جوه البلد عادي. فجربوا الاول قبل ما تقرروا تحطوا حاجات كتير قوي وما تعملوهاش. طبعا ان انتوا تنزلوا بدري وترجعوا بدري دي من اهم النصايح لحد ما تكتشفوا البلد وتعرفوا كل حاجه. وفي بقى نصايح، حبه نصايح كده للحاجات الشخصيه بتاعتكم وشنطتكم ولبسكم والحاجات دي. اول حاجه، انتوا لو مسافرين بلد هتاخدوا اللبس المريح، اللبس المناسب للبلد وطبيعتها اللي انتوا رايحينها. يعني تراعوا البلد دي بلد اسلاميه متحفظين وكده، ماشي البسوا لبسكم العادي، بس احترموا تقاليد البلد في المساجد في الزيارات في المتاحف. وطبعا هتاخدوا الادويه بتاعتكم معاكم، لازم هتبلغوا اهلكم بتحركاتكم، وهيكون معاهم الكونفirmation بوكينج بتاعكم بتاع الاوتيل، الوقت اللي انتوا هتوصلوا فيه، الكونتاكت نمبر بتاع الشخص اللي طالع معاكم كشخص تور جايد هتدي لاهلكم الرقم ده. لازم يا جماعه يكون معاهم. لو انتوا قررتوا تغيروا المكان او الاوتيل، لو انتوا كجروب بنات وانتي معاكي رقم، لا لازم تدي رقم تاني لاهلك يكون معاهم. غيرتي البلان بتاعتك بلغي اهلك بالمكان ده، عشان لو حصل اي حاجه لازم يكون في شخص عارف مكانك. بتتحركي هتبعتي اللوكيشن بتاعك، اقرب حد ليكي من اصحابك او اهلك او وات ايفر انتي عايزه ايه، لازم يكون الشخص ده معاه الموقع بتاعك. من اكبر التحديات اللي بتقابل البنات وهي مسافره، والحاجات دي قابلتني كتير قوي، دايما طول الوقت ممكن تقابلي ناس عايزه تتعرف عليكي، او تبقي قاعده رايحه مكان عشان تعملي سيرفيس معينه، فالشخص اللي بيعمل السيرفيس دي عايز يتكلم، عايز يهزر، عايز يتعرف عليكي. انتوا كل ما بتسافروا بتكتسبوا خبرات اكتر وبتعرفوا تتعاملوا مع الناس كويس جدا، فبتعرفوا كويس قوي طريقتكم وكلامكم واسلوبكم يحط للشخص حد ما يعرفش يعديه. اتعرضتي لموقف زي ده، انتي من الاول خالص بتحطي ليميتس مع الشخص اللي قدامك، ما بتهزريش وبتضحكي اوفر مع شخص لسه متعرفين عليه في تور او ان هو هيبقى التور جايد بتاعك. لا، ما ينفعش تبتدي تهزري وتضحكي ولا ويلا نعمل فولو لبعض ويلا نبقى كده، عشان ده هيخلي الشخص اللي قدامك مع اختلاف ثقافته ان هو يفتكر ان انتي لا دي بتهزر بتضحك، دي ممكن تكون عايزه ان احنا نبقى اكتر من ان هو تور جايد وانتي شخص مسافر بيقدم له خدمه. فلازم حتى لو انتي في طبيعي شخص اجتماعي وبتحبي تهزري وتضحكي وتكوني صداقات، طبعا عادي جدا انك تكوني صداقات، بس يكون في ليميتس وما تبتديش تاخدي خطوات اكبر في التعامل بره بلدك بثقافات مختلفه بنفس الطريقه اللي بتتعاملي بيها في بلدك. انا في مصر اقف لما بشتري قهوه من حد بهزر معاه وبنضحك عشان عارفه ان الشخص ده عارف احنا فين وايه العلاقه ما بيننا.
انا هنا في الامارات او السعوديه او معظم الدول العربيه وانتي بتتعاملي، خلاص الناس عارفه ان احنا بنتعامل كويس مع الاشخاص اللي بناخد منهم خدمه معينه، بس لازم يكون في ليميتس. ده من ضمن اكبر المشاكل اللي بتتعرض ليها البنات في السفر، ان هي بتبتدي تهزر وتضحك وكده، وده بعد كده تلاقي الشخص اللي قدامها بيبتدي ياخد خطوه هي مش عامله حسابها عليه. رقمك ممكن في اوقات كتير قوي ان هو كثقافه مختلفه اوروبي او اي حاجه، ان هو يبتدي مثلا يحط ايده مثلا على كتفك، او يبتدي ياخد ستيبس اكبر معاكي، عشان هو حاسه ان انتي لا دي بتهزر بتضحك، دي اكيد قصدها حاجه. بنبقى محترمين، بنتكلم باحترام، ما بنعديش ليميتس. الشخص ان هو بيديكي خدمه بتقولي شكرا وبس. لو انتوا حسيتوا باي خطر او مشكله، ما ينفعش ان انتوا تقولوا لا احنا هنشوف، احنا ممكن ده يكون احساس، او لا احنا هنكمل في طريق. كنتوا مع درايفر وشفتوا من الدرايفر ده ولو موقف بسيط يحط الارم عندكم، احنا كبنات يا جماعه بنحس ان ده لا في حاجه، لا في مشكله. اول ما تحسوا الاحساس ده شكرا هتشوفوا اقرب على اللوكيشن. ودي فعلا حاجه لازم اقولها لكم، انتوا رايحين مكان وفي شخص درايفر هيوصلكم، بتفتحوا اي ابلكيشن بتستخدموه عشان تشوفوا الطريق اللي هو ماشي عليه وانتوا صح ولا لا، قدامكم قد ايه، وبتتشك كل شويه على الطريق، وبتشوفوا وانتوا في الطريق اقرب بنزينه واقرب سوبر ماركت والحاجات دي كلها. طيب انتوا حسيتوا ان الدنيا مش تمام، او الشخص ده ابتدى يتصرف بتصرفات مش اوكي، هتنزلوا في اقرب مكان، هتنزلوا، مش هتكملوا وتقولوا ده لا ممكن احنا نكون متهيأ لنا. لا مش بيتهيأ لكم، ولو بيتهيأ لكم وحسيتوا الاحساس ده، الاحسن ان انتوا تنزلوا وما تكملوش. انا بحكي لكم الحاجات من الجانب اللي حصلت ليا مشاكل بسببه، والحاجات اللي ممكن تحصل، ودي حاجات حصلت لي على مدار اكتر من 12 سنه. في بلاد زي البلاد بتاعت اسيا، النايت لايف بتاعتها يعني كبيرة جدا، الشوارع نفسها بتكون مختلفة جدا بالليل. ما انصحش كبنت مسافرة لوحدك ومش بتسافري بقالك كتير تمشي لوحدك في الشوارع بتاعت اسيا بالليل، لان هي بيكون في شرب وبيكون في كلابس. الاحسن ان احنا لو مسافرين بلاد زي اسيا ما نتحركش بالليل لوحدنا، وما نتحركش في الشوارع اللي معروف ان هي شوارع مش مناسبة. في اماكن، في كافيهات، في حاجات كتير قوي ممكن تقعدي وتقضي وقت لذيذ فيها. وبصراحة انا بحب قوي يا جماعة البلد الصبح وقت الغروب، وبالليل بالنسبة لي بيكون يا باكل او هروح مكان او حاجة ما بتفتحش غير بالليل. بس انا بصراحة كشخص، انا بالنسبة لي السفر والاستمتاع بيكون من الصبح لحد وقت الغروب. احب انام بدري، اطلع هايك، اطلع اتفرج على من مكان مرتفع، اشوف الفيو، كل الحاجات دي بتكون الصبح. ما بشجعش قوي بصراحه ان انتي تكتشفي النايت لايف او تشوفي الاماكن بالليل او تكتشفي هذا الجانب من الكالتشر وانتي لوحدك. مش بنقبل اي سيرفيس من اي حد بيعرضها علينا ويقول لنا انا ساكن هنا او عايش هنا بقالي 45 مليون سنه وهوديكوا المكان اللي محدش يعرفه كذا كذا. مش بنقبل اي سيرفيس من اي شخص ما نعرفوش. في حاجات بنعملها سكيب عشان حاسين ان هي مش مناسبه لينا، في حاجات تانية اكتشفناها، اتعرفنا على بنات لذاذ في المكان اللي احنا فيه. وعلى فكره حتى لو تعرفتي على بنات برضو ما تديلهمش ولا عنوانك ولا تعرفيهم انتي ساكنه فين، غير لما تتعرفي على الاشخاص دي فتره كافيه عشان تقدري تبلغيهم بده. لان عادي جدا ممكن يا جماعه يكون شخص مشغل معاه بنات عشان البنات دي تتعرف على البنات فيعرفوا منهم معلومات عنهم. فلا، بنتعرف على الناس بطريقه لذيذه، بنقول لهم هنقابلكم في المطعم الفلاني في المكان الفلاني. وانتي بتحضري شنطتك ومسافره، دايما خلي الشنط اللي انتي بتستخدميها في البلد تكون شنط يعني كروس، او الشنطه مش سهل ان حد يمسكها او يفتحها. بلس ان انتي كمان مش بتسيبي فلوس في الاوتيل ايا كان الاوتيل. الباسبور بتاعك لو انتي في مكان هتحطيها في الشنطه، جوه شنطه جوه شنطه، في مكان كده جوه شنطتك، وبتاخدي منه صورة على موبايلك يكون معاكي دايما. وكمان انتي مش بتمشي بمبلغ كبير قوي، انتي بتحولي بارقام قليلة. معظم البلاد بتشتغل دلوقتي بالكارد وبابل باي والحاجات دي كلها، فمش محتاجة ان انتي تمشي بكاش كتير. ما تفتحيش قدام حد شنطتك وتبيني ان في فلوس. خروجاتك في البدري وترجعي في البدري، ده دايما الاستكشاف. دايما اهتمي بصحتك ويكون معاكي ادويتك وكل حاجة تخص الادوية. لو انتي عندك حساسية معينة او بتاخدي دواء معين، اهتمي جدا جدا بصحتك عشان تغيير الجو
بيأثر وبيقلل المناعة، وانتي سلامك وامانك بيجي ان انتي اصلا صحتك تكون كويسة عشان تقدري تاخدي بالك من نفسك. انا يا جماعة اخر مرة وانا في المغرب حصل لي تسمم بجد، كان قوي جدا جدا، وبجد قعدت 4 ايام مش بتحرك من السرير، واكتر من 4 ايام كمان، لدرجة ان انا في ايام ما كنتش عارفة حتى امسك الموبايل ان انا اكلم حد. وده كله حصل لي بسبب ان كان اختلاف المدن، من هنا حر هنا برد، وانا كنت لابسه نفس اللبس هنا وهنا، ما غيرتش وما اهتمتش. شربت بعد كده الشوربه دي ما كانتش طازه، فعملت لي تسمم، وكان تسمم رهيب، تعبت جدا جدا. هل دي غلطه البلد؟ لا، ده وارد يحصل، بس دي غلطتي ان انا اولا ما اهتمتش بصحتي، ان انا البس لبس كويس ولبست لبس خفيف، وتاني حاجه ان انا كنت حاسه ان الشوربه طعمها مش حلو وطعمها في حاجه، بس انا قلت لنفسي ان انا لا، تعبانه وهكمل الشوربه عشان تدفيني. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تاثر عليكي، انك ما تهتميش بصحتك، اكلك وشربك. ولو انت البلد اللي انت رايحاها اكلها وشربها مش كويس، خدي اكلك وشربك معاكي، خدي الفيتامينز بتاعتك معاكي، اتبسطي واستمتعي بالسفريه بعد ما تكوني خدتي كل احتياطاتك ان السفريه تكون حلوه. ومن ضمن الحاجات برضو ان انا عارفه ان البنات هرموناتنا بتتحكم فينا، ففي وقت معين من السفريه بتاعتك ممكن يجي في وقت تاني انتي الهرمونات بتاعتك مش متظبطه، مش طايقه نفسك، مش طايقه الرحله، مش طايقه حد. عادي انك تبقي بالراحه على نفسك وتدي لنفسك وقت راحه، انك تقعدي يوم مش عايزه تعملي حاجه خالص، تقعدي في السرير تشربي وتاكلي بس، او ان انت تبقي مش حاسه ان انت مبسوطه او مستمتعه باي حاجه. طبيعي جدا، ده بيحصل. وساعات كتير ببقى في سفريه وبفصل وبحس ان انا لا، انا عايزه اروح انام دلوقتي وما اعملش اي حاجه. فما تضغطيش على نفسك انك تعرفي كل حاجه في البلد في اول سفريه ولا تاني سفريه ولا تالت سفريه، انك لازم تبقي بتلفي البلد كلها، او انك لازم تعملي كل الحاجات اللي على السوشيال ميديا بتتعمل، او تجربي كل الحاجات. اعرفي نفسك في السفريه. ممكن تكون الناس بتنشر ان هي بتحب تعمل ده بس عشان هما بينشروا ده، ممكن يكون هما مش بيحبوه بس عشان كل الناس بتعمله. اكتشفي نفسك في السفرية. السفر هو اكتر حاجة هتخليكي تعرفي نفسك، هتتعلمي الصبر لانك هتكوني في بلد غير بلدك، بتتعاملي مع ناس من ثقافة مختلفة، فلازم تستحمليهم وتتعاملي معاهم باحترام. تالت حاجة انك بتكتشفي حاجات موهبة فيكي، اول مرة تطلعي هايك فتكتشفي ان انتي الله، لا ده انا بعرف اطلع وبعرف اتعلم وبعرف اصبر وبعرف اطلع 500 سلمة وانزل من كذا. فبتكتشفي بنفسك حاجات وبتتبسطي من نفسك، بتعرفي ان انت بتقدري ان انت تشوفي الحاجات الحلوه في المكان لما تبتدي تروحي اماكن فيها فيو حلو، فعينك بتتعود تشوف الحاجات الحلوه في الاماكن، فلما بترجعي للبلد اللي انت فيها بيكون عندك قدر من الرضا اللي بيخليكي تشوفي الحاجات حلوه برضو في اي مكان انت فيه. السفر بيعلم كتير قوي، وبلاش تتعلمي بالحاجات الوحشه. الخبرات والتصرفات والحاجات الغلط اللي انت بتعمليها بتعملك مشاكل، والمشاكل دي بتعلمك. بس انا هنا جيت عشان اخليكي ما تعمليش الحاجات دي، اخليكي ما تعرفيش حد مكانك. لو انت لسه متعرفه عليه لازم تعرفي اهلك، عنوانك، تسافري بلد مناسبه. لو انت لسه بتتعلمي السفر تروحي بدري وترجعي بدري، يبقى معاكي نسخه من الاوراق والحجوزات بتاعتك، اتاكدي ان البيت اللي انت فيه مقفول كويس جدا. كلها حاجات بسيطه، بس لما مش بتعملوها الرحله بتقلب كابوس. انا بكلمكم عن المشاكل كلها والحاجات اللي ممكن تحصل، ودي حاجات حصلت لي على مدار اكتر من 12 سنه. وارد ان انتوا تسافروا سفريتين وثلاثه واربعه وما يحصلكوش اي حاجه، ولو فعلا مشيتوا على الخطوات دي اوعدكم من الصعب جدا جدا يحصل لكم حاجه. تقولوا لي ايه الحاجات التانية اللي انتوا عايزين نتكلم فيها، وبعد ما شفتوا الحلقه دي هل الحاجات دي فرقت معاكم ولا لا، وقولوا لي نتكلم عن ايه الفيديو الجاي.